السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوف فيه شنو قال مدرب المنتخب المغربي والد الركراكي ومدرب المنتخب المالي بالنسبه للحكم اللي غادي يقود هذه المباراه هذه مينفر عبدو. هذا مدرب كاميروني، هو اصغر مدرب اللي كاين في هذه الدوره هذه 29 سنه، وسبق ليه على انه قاد منتخب يعني مباراه ديال المنتخب المغربي في الشان في الفينال ضد مدغشقر. بالنسبة شنو قال المدرب المالي توم ساينفيت الذي يحذر المغرب: هل سنلعب بأسلوب دفاعي بحت أمام المغرب؟ هو كيحط يعني سؤال. لقد واجهت المغرب، كيقول لك، مرة واحدة فقط عندما كنت مع المنتخب الغامبي عام 2019 وفزنا عليه بواحد لصفر. طلق لينا لابال، خلينا دورنا كرة مزيان، في الآخر خدا لك ثلاثة النقاط. لذا أريد الحفاظ على هذا السجل بالنسبة 100% أمام المغرب. لذا أريد الحفاظ، كيف قال لكم، هذا السجل هذا يعني غادي يحافظ عليه 100% قدام المغرب، لكن في مالي لا. يعني باغي يبقى ديما رابح، يعني يبقى ديما عنده داك النقطة إيجابية ضد المغرب، ولكن مع مالي ما غاديش يدير هذا اللعب هذا. لا أعتمد هذا الأسلوب، لا أريد أن ألعب كرة القدم هجومية 100%. زعما يخرج يلعب معنا كرة مفتوحة، ولكن هذا الشيء ما مضمونش، هذا الشيء غادي يبان في الماتش. بإمكاننا التعادل، نحتاج لنقطة واحدة أمام المغرب لأننا متأكدون من الفوز في المباراة الثالثة والأخيرة أمام جزر القمر. يعني هو مأكد، كيف كيقول، غادي نربحوا جزر القمر وختم المجموعة، وختم يعني المجموعة بخمسة النقاط. آه، يمكننا الاحتلال المركز الثاني ومواجهة تونس أو نيجيريا، لكن إذا خسرنا غدا فالوضع أسوأ وقد نحتل المركز الثالث بأربع نقاط ونواجه مصر. لذا علينا أن نحسبها بدقة. يعني ما باغيش هو يواجه مصر ولا نيجيريا. المغرب هو الأقوى في إفريقيا، وهو واحد من أفضل المنتخبات في العالم. كل شيء، لقد يعني حللنا المباراة ضد جزر القمر بدقة، دفاعهم إلى آخره. قد يكونوا يعني خايفين، يعني المنتخب ديالنا المغربي خايف، نعم، لأن لدينا لاعبين جيدين، يعني المنتخب المالي وكيف كيقولوا هو تايق فيهم، لكنهم يعني المرشحون الأوفر حظا للفوز. ليس سرا أن تحتل المركز الرابع، كيتكلم عن المنتخب المغربي عالميا، وتفوز في جميع الفئات وتحقق المراكز الثلاث في الأولمبيد وكأس العالم تحت 20 سنة وكأس العرب. فهذا لا يحدث يعني بين عشية وضحاها، وسيلعبون أمام 68 ألف مشجع. نتمنى التيران يعمر وما يوقعش المشكل اللي وقع في الماتش الأولاني، كانوا يعني ما كملاتش، ولكن إن شاء الله هذه المرة هذه غيكون التيران عامر وتحت ضغط كبير منا. زعما كيحاول ان شاء الله غطي يفاجئنا، ولكن هادشي غادي يبان في الماتش. بالنسبه للوالد الركراكي، شنو قال كنعرفوا ان الكل كينتظرنا. كانت هنالك عدة وجهات نظر حول أداؤنا في المباراة الأولى. كنا عارفين شنو كان الصراحة في الماتش الأول، واخا ربحنا أغلبية ما كانش مقتنع، لكن في نفسي كنت راضيا على ما قدمناه. عندما نرى نتائج الفرق المنافسة الأخرى يبدو أننا أكثر منطقية وواقعية من الباقية. تكلم على نايف أكرد، كيف قال كيتدرب بشكل عادي ولا مخاوف حول حالته البدنية عكس الشائعات. سيس عانى من شد عضلي طفيف والكل يجري بشكل جيد بالنسبة له. انتم عارفين الصراحة سايس بالنسبة لنا ما احترامات ليه، ولكن زعما الصراحة ما كاينش واجد يعني 100%. المهم قال كيجري يعني عنده واحد شد عضلي طفيف والكل كيجري بشكل جيد بالنسبة له، ولكنه ليس جاهزا لمباراة الغد. إيغامان يتعافى تدريجيا وحكيمي يحضر جيدا، ولا ندري إن كان سيشارك غدا أو لا. أعرف أيت بودلال منذ أن كان صغيرا ولعب في الفئات السنية للفتح الرياضي. إنه موهبة زعما زوينة ونعرف ذلك جيدا. في المغرب هنالك بعض المشجعين الذين لا يعرفون ذلك، لكن في تطوره هنالك إيجابيات وسلبيات، لكننا مؤكدون أن لدينا موهبة مهمة للمستقبل ولما الحاضر، يعني غادي يقدر يشارك به. استدعاه قبل سنة كيف كيقولوا وتعرض لانتقادات لاذعة، والآن مع إصابة سيس يناقش الناس إمكانية تواجده كأساسي يوم غد، وهذا الشيء إيجابي بالنسبة له، لكن يجب ألا نحرقه مبكرا. مهم نشوفوا شنو كاين في المرحلة تطوره.
وذلك بإدخاله في الوقت المناسب. لدينا مشاكل أمام الكتل المنخفضة، لكن لدينا سلسلة 19 انتصار متتالي. مازال مهم، غادي غايقول لنا هذا الشيء هذا الركراكي. وهذا يعني أن لدينا حلول عكس ما يقول البعض. أعرف أن الجماهير تفكر بمثالية، لكن يجب أن نكون واقعيين. الجماهير راه كتنتظر اللعب وكتنتظر الفوز. باغيين حنا اللعب وفي نفس الوقت باغيين الربح. راه هاد الكاس منظم في البلاد، يعني خاصك دير شي حاجة. وكيف كيقول استحوذنا أمام جزر القمر لم يكن سلبيا، بل كان أسلوبا لإرهاق الدفاع الخصم. نقدروا حتى حنا نوليو من بعد مع منتخب آخر ما نعرف. واستغلينا تعبهم الجسدي والنفسي في الشوط الثاني. لا أعرف بمن سنبدأ في المركز المهاجم الصريح، لكن الأهم لدينا أساليب لعب مختلفة في ذلك المركز، وسنرى الأنسب لمباراة الغد حسب خطة الموضوعية. في آخر المطاف كل من يدخل يقدم ما لديه، ونتمنى هذا الشيء. واجهنا مالي في كان 2004 كيف كيقول زعما وربحناهم، ولكن من بعد لعبنا معهم في كازا وربحونا. فريق صعب ويمكن له دائما يمكن له دائما في كل الأوضاع أن يسبب لنا متاعب. مالي ديما كانت معروفة زوينة الصراحة، لديهم جودة تقنية مميزة ولديهم سرعة وجرأة هجومية، وأنا معجب جدا بهم. هي مباراة صعبة لكن بروح أخوية، وليكون الفوز للأجدر. الفوز خاص يكون لينا من الآخر. أعلم أن الجمهور يريد أن يحسم المباراة مبكرا في الشوط الأول، لكن المباراة تحسم في 90 دقيقة وليس في الشوط الأول. وعلى الجمهور زعما باش يعرف هذا الشيء هذا. أيه حنا عارفين في الآخر خاصنا نربح، ولكن في نفس الوقت خاص اللعب باش كتاخد واحد الثقة وكتعرف باللي راك غادي دير شي حاجة في الماتشات المقبلين. وجا في الآخر وقال هذا كان غادي يكون أصعب. كل المنتخبات قوية وفي أعلى مستوياتها مع الظروف المتاحة زعما اللي حنا موفرينها في البلاد من ناحية التيرانات وكل شيء، ولكن الكاس خاصو يبقى ديالنا، ونتمنوا التوفيق إن شاء الله.